البسي بقى انك هتعمليها انت طول العمر. انت دلوقتي قادره، شايفه نفسك قادره، عندك 30 40، اقعدي بقى لحد 70 و80 سنه خدمي فيهم. دماغه نفسها مش هتبقى منظمه، ده مش هيعرف يفتح بيت، مش هيبقى عارف يجيب ايه امتى، مش عارف ينظم قبضه، مش هيعرف ينظم حاجته مشترياته، يفتح البيت ازاي، فواتيره. الدماغ لما تتعود كده على النظام من وهي صغيره بتكبر وهي ناجحه. لكن لما يعيش في هرجله هيفضل طول عمره مهرجل في حياته، ومراته وولاده هيدوا عليكي. فلو سمحتي ركزي في جوزك، الست اللي هي عندها عضلات وقايمه تشيل وتحط. ما لما يبص بقى الواحده بره وما يلاقيش ان انت كيوته كده وفي انوثه وبتاع، ما تبقيش بعد زعل. مفيش حد بيتعود على الحاجه على المرتاح، كلنا الدنيا بتربينا وبتعلمنا من المواقف اللي بنمر بيها. فما تستنيش ولادك لما يكبروا يتغرب ولا يعيش لوحده ولا يضطر يتحط تحت اي ظرف سواء ولد او بنت ان هو الدنيا اللي تربيه. الدنيا هتبقى قاسيه عليه، ربيه انت من دلوقتي احسن لك. اي حاجه تقدري تعلميها له دلوقتي علميها له، عشان بجد هي كده كده الدنيا هتربيه، فانت احن عليه منها. بقى ايه قلب الامهات ده، عشان انا برضو كان فيها الحته دي اللي هو يصعب عليكي يا عيني وكان نفسه يخرج بالتيشيرت الفلاني وانا كده مش عارف ايه. فكك. الست الكوين مش هتقضيها تنظيف طول اليوم. انا عايزاكي تقولي لي بصراحه، بتصحي الصبح تلاقي البيت محتاج يتلم فبتلميه، فبعدها تدخلي المطبخ تلاقي حاجات محتاجه تتغسل فتغسليها، تروحي للاوضه تلاقي هدوم عايزه تتطبق فتطبقيها، ترجعي للصاله تلاقيها اتبهدلت من اول وجديد فتبداي ترتبيها. بعد ما تخلصي كل حاجه وقعدتي اهو ترجعي تاني على نفس اول اوضه انت بداتي بيها، بتلاقيها اتعملت تاني واتكركبت تاني، فبتحتاجي انك تلفي نفس الدايره تاني. هل انت يومك عامل كده؟ طب اسمعيني النهارده، عشان انا النهارده مش جايه اقول لك ليست حاجات هتقومي تعمليها، انا جايه اغير تفكيرك واغير نظرتك للبيت. لانه مش منطقي انك هتفضلي طول عمرك تنظفي في البيت، ولا منطقي ان البيت ما يتوسخش. البيت عايش فيه بشر، البيت لازم يتكركب ويتبهدل ويتوسخ والكلام ده كله. بس الفكره ان احنا ازاي نسيطر عليه، ازاي ما يتكركبش قوي، ازاي نخلي حد يساعدنا، ازاي نعمل نظام في البيت بحيث ان هو يتلم معايا بسرعه. حاجات تانية دي اللي انا اغير تفكيرك فيها النهارده، عشان انتي ساعات بتتعاملي مع البيت بطريقه بتخليكي تفضلي طول اليوم تجري ورا البيت ده. كل ما بيتكركب بتبدأي من الصفر، كل ما بيتبهدل بتعملي حملة تنظيف، بعد كام ساعة تلاقيه اتكركب وتلاقي نفسك رجعتي لنقطة الصفر، وهكذا. تفتكري ان لو احنا بنقول على واحدة دي كوين فعلا هتقعد تعمل كده طول اليوم؟ هتبقى حياتها عاملة كده؟ وخدي بالك برضو احنا داخلين على المدرسة، وكلمتك الفيديو اللي فات على حاجات المفروض تعمليها دلوقتي للمدارس، وقلتلك ان في بقى فرصة كبيرة قوي جاية ليكي انت في المدرسة دي، ان انت تفضي لنفسك اي حاجة انت عايزة تحققيها. هيبقى عندك ساعات طويلة، وولادك بقى في المدرسه، ولادك ناموا بدري، بيبقى عندنا كام ساعه كده، في كام ساعه ضغط وهم بعد ما بيرجعوا، لكن برضو في كام ساعه بنبقى براحتنا فيهم وبنبقى ايه مع نفسنا. فما هو لو برضو الدنيا دي مش متظبطه، احنا هنفضل نلف في الكام ساعه دول في نفس القصه وفي نفس البيت ومش هنعمل اي حاجه. فيبقى احنا كده لا، مش هينفع، لازم من دلوقتي نبدا نعمل نظام للبيت. اول غلطه انت بتعمليها واللي انا عايزه انبهك ليه، ان انت تبطلي تستني البيت يتكركب عشان تبداي تنظفيه. يعني بمعنى ان انت بتسيبي كل حاجه تتجمع، بتسيبي الاطباق تتجمع عليكي، بتسيبي الهدوم تتجمع عليكي، مثلا بتسيبي كذا دور غسيل يتجمعوا عشان تقعدي تطبقيهم، بتسيبي الحاجات في كل مكان، بتسيبي المطبخ لما يتبهدل قوي، لو في طبق ما انا مش هقف على طبق مثلا في الحوض، استنى لما يبقوا شويه واقف اعملهم مره واحده، وهكذا. دي غلطه كلنا بنقع فيها، دي بتخلي البيت بيوصل لحاله ان هو يبقى كارثه. كل حاجه متفتحه مره واحده بكميات، المفروض ان انا اعمل كل ده فههد نفسي، فبعد ما هد نفسي وتعبت جدا، ما هو انا لازم اريح بقى بعدها شويه لاني مش قادره اعمل، فلما اريح بقى بعدها شويه انا مش هقدر الم تاني اول باول، هستنى تاني الحاجات تتجمع على ما اكون ريحت وابدا اهد نفسي وهكذا. ما هو انت بتسيبي الحاجات تتجمع، فما ينفعش ان احنا نسيب الحاجات تتجمع قوي، لازم تبقى ايدي في الحاجه اول باول. طب انا لو الدنيا اصلا بقى مفتحه عندي خالص، انا هقعد كده مع نفسي هعمل وقفه في البيت ان انا هظبط كل حاجه صح. انا قلت لكم عندنا شهر لحد المدارس، بعد كده بعد ما اعمل بقى النظام اللي هو العميق ده قوي هبدا الم اول باول. زي ايه؟ هديكي مثال بالبوتاجاز. البوتاجاز بتاعك ده لو انت ما بتمسحوش كل يوم بعد الغدا مثلا او بعد ما بتعملي اكلك، هيبدا يتجمع عليه دهون في دهون في دهون، او الشفاط او الحيطان اللي حوالين البوتاجاز. فهبدا انا اوصل لمرحله ان انا هخش بقى النت وسيرش على خلطات، ودي اللي تقول لي حطي بطاس، ودي اللي تقول لي على اي بخاخ بقى سبراي قوي قوي فرشه فيبوظ لي الاستانلس، فالاستانلس باظ. طب يا جماعه بترجعوا لون الاستانلس ازاي؟ عارفين مثلا الدايره دي اللي بنخش فيها في البوتاجاز؟ لكن حرفيا في ناس عايشه 20 سنه جواز بنفس البوتاجاز اللي هي متجوزه بيه، وبتلاقي بوتاجازها زي الفل. ليه؟ هي اول باول بالسبونشه شويه صابون بعد الاكل وخلاص.
اخرها هتدفي ميه، يعني شويه ميه دافيه تمسحي بيهم هيدوبوا لك الدهون وخلصنا. الصابون لوحده بيبقى كافي، لكن امتى الصابون يبقى كافي؟ لو انا بعمله باستمرار. طب انا هقف قد ايه ادعك البوتاجاز لو انا باستمرار، لو انا بعمل كده كل يوم خلاص هو مش هياخد معايا وقت في الدعك. طب انا هاخد وقت قد ايه؟ يعني 5 دقائق ويبقى خلص خلاص. لكن هتقعدي قد ايه تعملي في الخلطه وتنزلي وتتكلفي وتشتري في بخاخ وتبوظي ايدك وتجيبي جلافز لايدك وترشي على البوتاجاز وترشي على الشفه هتقعدي قد ايه تعملي القصه دي؟ طب ما تعملي 5 دقائق كل يوم اريح. فهمتي؟ طب انا لما باجل الغسيل، انا دخلت دور كسلت اطبقه، دخلت دور كسلت اطبقه، هتقعدي قد ايه تطبقي في 3 4 ادوار وتقعدي بقى ترصي في الدواليب كل ده وتقعدي؟ انت عملتي على نفسك مهمه كبيره. فممكن بلاش كسل، ممكن نسيب الموبايل، ممكن نعمل نظام لبيتنا، نظام للغسيل، نظام لكل حاجه، ونقوم ونخلص الحاجه اول باول هتبقى سريعه. ممكن تعتمدي النصيحه اللي قلتها لك في فيديو قديم كده، انا فاكره قلت لكم في حاجه بتساعد قوي في ترتيب البيت وبتخليه لك زي الفل، اللي هو ايه؟ اللي هو ابرمج نفسي ان انا مش هخرج من الاوضه وايدي فاضيه. اي اوضه، اي مطبخ، اي حاجه. بص انا مش بحدد لك حاجه معينه. انا خارجه من الاوضه مثلا هنا رايحه المطبخ، هبص عيني في الاوضه اللي انا فيها، في حاجه تتاخد معايا على ايدي وانا ماشيه؟ في هاخدها من ايدي وانا ماشيه وامشي بيها. طب مفيش، خلاص تمام، يبقى انت كده بيتك على سنجة 10. بس في المعظم بنلاقي حاجه على ايدينا نحطها في حته ثانيه واحنا ماشيين. طب انا خارجه من الاوضه دي للاوضه دي، في حاجه اوديها مثلا المطبخ معايا، ده في ازازه فضيت كانت محتاجه تتملي، هاخدها يا ستي حطيها على الرخامه. بس المهم ان انت ما تخرجيش من الاوضه تروحي للثانيه الا لو انت في حاجه في ايدك رايحه، في حاجه في ايدك جايه. السيستم ده لوحده اصلا بيخليكي اول باول تعملي الحاجه، اول باول دنيتك رايقه. ما تستنيش بقى لما يتجمع حاجات كتير وابدا ان انا ابدا ان انا اقوم واروق. فدي اول غلطه احنا بنعملها، ما تستنيش الحاجات تتراكم او ما تستنيش الفوضى تكبر. عشان كده تخيلي معايا، بدل ما يبقى عليكي 10 حاجات هيبقى عليكي حاجه واحده بس. كل ما حاجه رجعت مكانها اول باول، كل ما طبق اتغسل بعد الاكل، كل ما هدوم اتحطت في مكانها، كل ما الحاجه اللي اتاخدت من مكانها رجعت مكانها، فالحاجه الصغيره دي هتعدي وهتبقى بسيطه وسهله عليكي. لما تتكرر طول اليوم معلش مش هتحسي برده بمجهود، لكن لما الفوضى تبقى كبيره وتكبر على دماغك كده وتكبر على البيت هيبقى مجهود عليكي جامد قوي وجسمك هيوجعك فيها. الحاجه الثانيه بقى اللي انا بقولها لك، انا لسه قايله لك ان كل حاجه ترجع مكانها. طيب يبقى تاني نقطه انا عايزه اكلمك فيها النهارده، ان فعلا كل حاجه في البيت يكون ليها مكان. يعني انا ما ينفعش اقول لهم يا اولاد فين الريموت؟ ما هو الريموت المفروض ان انا مثلا ببص على الترابيزه دي الاقيه هو مكانه هنا. احنا مثلا 4 5 افراد في الاسره، احنا متفقين يا جماعه الريموت هنحطه هنا، كل واحد فينا هيحطه هنا. تمام؟ هتلاقي مثلا 3 نفذوا الكلام والرابع غلط، هننبه بقى على الرابع ده. انا مش قايله لك تحط ريموت هنا، طيب مره 2 3 هيتعود. لكن لما انت اصلا ما تكونيش عارفه او انت مش عامله مكان للريموت ولا قايله لهم يا جماعه مكان الريموت هنا، طب ما هيحطوه ازاي؟ تمام؟ انا برضو بديكي مثال. خدي بقى كده كل حاجه في البيت، انا عندي درج معين للورق. الورق قبل كده قلنا بناخد مثلا الفايلات اللي فيها كبسونه دي، اللي انت اصلا خلاص مش هنشتري جديد، انت ولادك كانوا بيستخدموهم في المدرسه مثلا بطلوا يستخدموهم او اتكسروا بالزياده، فانت مش عايزه هتجيبي لهم جديد او انا باخد الفايلات دي بحط تيكت من بتاع المدرسه العادي جدا على الفايل، اكتب اسم كل شخص في البيت عندنا، كل واحد ليه فايل معين انا بنظم فيه الورق. في فايل تاني للشقه، او ورق بقى الشقه والورق المهم، عقود معرفش ايه الكلام ده. ورق تاني مثلا ممكن يبقى كتالوجات الاجهزه والضمانات والمعرفش مين. فهيجي جوزك يقولك فين ورق الشقه او فين شهاده ميلاد ابنك الفلاني. انت بقى هتقعدي تدوري في قلب قصه، طب يا ترى هي في الدرج ده، طب يا ترى مش عارفه مين. دي النقطه بقى اللي بقولك عليها، ان لازم يبقى كل حاجه في البيت ليها مكان، ليها مكان واضح انا رايحه ادور عليه. انا هطلع الفايل ده فيه اسم فلان، هو ده الفايل بتاعه، اكيد هلاقي شهاده الميلاد جوه. احنا مثلا في داخله المدارس اهو محتاجينها، اكيد مريتي بالظرف ده، بتطلعي ورق بطاقه، بتطلعي ورق مش عارفه مين، كل ده يبقى متنظم. كل واحد في البيت انا ليا فايل باسمي، جوزك ليه فايل باسمه، ابنك ليه فايل باسمه، بنتك ليه فايل باسمها، الشقه فرد من افراد الاسره ليها فايل باسمها، الاجهزه وهكذا. في ناس مثلا لا قدر الله عندها امراض مزمنه، عندها كشوفات كتير باستمرار، اشعه مش ليها فايل للعلاج وللقصص دي كلها مثلا، وهكذا. انا مرتبه، فايدي هتروح على الحاجه هلاقيها خلاص. طب انا في مشوار، جوزي احتاج حاجه في المكان الفلاني، انا عارفه هي فين، هو نفسه المفروض يبقى عارف هي فين، وولادك عارفين هي فين، كل واحد عارف ان بيت الحاجه دي فين. انت ليكي بيت، وكل حاجه في بيتك لازم يبقى ليها بيت. ما ينفعش مثلا فين السلك الفلاني، او فين الشاحن الفلاني، او فين مثلا العده الفلانيه، جوزك عايز يصلح حاجه دلوقتي فين العده. ما ينفعش ابقى شويه في المطبخ وشويه في درج البوفيه وشويه حطاهم تحت معرفش مين. العده كلها بتتجمع في مكان معين، هو ده مكان العده، خلاص هنرتاح كلنا.
انت جبت مفك، ابنك جاب المفك، ما رجعتوش مكانه ليه؟ مش هقول له بقى حطه في الحته الفلانيه، مكانه خلاص. احنا كلنا في البيت عارفين مكانه، كلمه مكانه دي خلاص احنا عقلنا متبرمج. يبقى يا ماما تقصد الدرج ده، ما انا عارف ان ده درج العد. انت متخيله لو ولادك طلعوا بالنظام ده بيوتهم هم كمان هتبقى عامله ازاي؟ خلاص، مكان كل حاجه بيبقى معروف، منظفاتي مكانها معروف، حاجتي مكانها معروف. اللي هيعمل النظام ده مش ولادك وجوزك والكلام ده، قبلك انت اللي هتعملي وتمشيهم عليه. واللي ما يمشيش تعافري معاه ويمشي عليه. اللي مش عاجبه النظام هتفضلي وراه لحد ما يمشي على النظام ده. مفيش حاجه اسمها برضو ايه انا هكبر دماغي، ما انا كل ما اقول له ما بيرجعهاش فهقوم ارجعها انا. استسهلي براحتك دلوقتي، يعني استسهلي المهمات دي براحتك. والله مش عايزه تعافري معاه شهر شهرين سنه، البسي بقى انك هتعمليها انت طول العمر. انت دلوقتي قادره، شايفه نفسك قادره، عندك 30 40، اقعدي بقى لحد 70 و80 سنه خدمي فيهم. ما هتفضلي على كده. فعفري شويه معاهم دلوقتي، لان ما فيش واحده تكتب لي في الكومنتات انا ولادي ما بيرضوش، وانا والله وانا بكلمكم انا ولادي ما بيرضوش وبعافر معاهم ووراكم لحد ما تعملوا الكلام ده. الغسيل في البيت ليه مكان، انا بقول لك اعملي لكل حاجه مكان. الغسيل ليه مكان، الغسيل مكانه الباسكت. مش مطلوب مني كأم، مش عشان انا اسمي ام يعني ان انا ادخل ورا كل فرد في افراد الاسره واقعد اشم في هدومه واقعد اشوف ايه اللي متوسخ وايه اللي مش متوسخ، وايه اللي متوسخ وهو حاطه في قلب الضرفه النظيفه والمتطبقه. لا معلش، ده مش دور الامهات. معلش بقى، ممكن الناس تقول لي لا انت كده، لا معلش ده مش دور الامهات، انا مش شايفه ان ده دور الام. الغسيل بيتحط في الباسكت، غيرت غيرك حطه في الباسكت. ما بيحطش مش مهم. لما يجي وهو نازل يطلب التيشيرت المعين اللي هو عايز يلبسه، فين يا حبيبي؟ ما انا غاسله الباسكت فاضي اهو. هيقول لك يا ماما هو في دولابي ولا ورا الباب ولا معرفش مين وانت اللي ما غسلتيهوش. لا يا حبيبي، هو لما يبقى في الباسكت انا هغسله. بلاش بقى ايه قلب الامهات ده، عشان انا برضو كان فيها الحته دي اللي هو يصعب عليك يا عيني وكان نفسه يخرج بالتيشيرت الفلاني وانا كده مش عارف إيه. فكك من الكلام ده كله وجمدي قلبك شويه، ويخرج زي ما يخرج ويلبس اللي يلبسه. عايز حاجته يحطها في الباسكت، مش عايز براحتك، خليها متوسخه، عيش بيها متوسخه، انت حر. فجمدي قلبك عليهم شويه، واحده واحده هيحط من سكات، عشان هو اللي عايز بقى يتشيك ويخرج بحاجات معينه. هينظم نفسه بنفسه. مفيش حد بيتعود على حاجه على المرتاح، كلنا الدنيا بتربينا وبتعلمنا من المواقف اللي بنمر بيها. فما تستنيش ولادك لما يكبروا يتغرب ولا يعيش لوحده ولا يضطر يتحط تحت اي ظرف سواء ولد او بنت ان هو الدنيا اللي تربيه. الدنيا هتبقى قاسيه عليه، ربيه انت من دلوقتي احسن لك. اي حاجه تقدري تعلميها له دلوقتي علميها له، عشان بجد هي كده كده الدنيا هتربيه، فانت احن عليه منها. فابدأي كده اول باول، علميه ده يتحط هنا، ده يتحط هنا، ده يتحط هنا. لما يتقرص مره واثنين وثلاثه هيلاقيهم. عماله كل شويه تلفي حواليهم وتلمي الورق وتلمي وتحضري له كتب الدرس وفين كراسات الهوم ورك وفين مش عارفه مين. اولا لو ما فيش مكان في البيت مخصص للكلام ده، فاولا الغلطه غلطتك انت مش غلطه ولادك. انت لازم تقولي له، تجيبي له، قلت لك هاتي له مكتب فيه ادراج، هاتي له وحده ادراج لوحدها، هاتي له تربو، هاتي له اي حاجه. لازم يكون في مكان. هاتي عارفين المنظمات البلاستيك اللي بنحط فيها الخضار في الثلاجه دي اللي هي ب 10 15 جنيه، هاتي له منظمات زي دي حط فيها واحده للكتب، واحده للنوت بوك، واحده اللي مش عارفه مين، وهكذا. واحده للاقلام والرفايع والكالكوليتر والمش عارفه وهكذا. على قد امكانياتك رتبي، بس ما ينفعش ما رتبش، لا لازم ارتب على قد امكانياتي. بس انا عملت لك اهو نظام. انا كماما بقعد في الاول اعلمكم الحاجه بتتعمل ازاي اول مره. احنا بنحط الكتب هنا يا ابني وبنحط الكراسات هنا وبنحط، خلاص عرفتوا؟ تمام. او او الدرج ده لكذا، الدرج ده لكذا، الدرج ده لكذا، مش الدرج يبقى سايح. خلاص انا كده عملت اللي عليا ومشيت. يجي بقى هو قبل الدرس، يا ماما فين الكتاب الفلاني، يا ماما مش لاقيه، يا ماما الهوم ورك، يا ماما الشيت. مع نفسك يا حبيبي، روح والمستر يعاقبك. ما هو كده خلاص، انا عملت نظام ما مشيتش عليه ليه؟ طب معلش، عشان في الاول هنساعده بقى مره بعد ما يكون قرصته شويه، مره تانية بعد كده خلاص اخلعي ايدك وسيبيه بجد يتعاقب، عشان يتربى وعشان يعمل الصح من اولها، وعشان الدنيا هي اللي ما تربيهوش بعد كده وهو هيبقى مستهتر ومش منظم. اللي مش هيبقى منظم من دلوقتي مش هيبقى منظم، صدقيني، في بيته مش هيبقى منظم، مش في حاجته، هو دماغه نفسها مش هتبقى منظمه، ده مش هيعرف يفتح بيت، مش هيبقى عارف يجيب ايه امتى، مش عارف ينظم قبضه، مش هيعرف ينظم حاجته مشترياته، يفتح البيت ازاي، فواتيره. الدماغ لما تتعود كده على النظام من وهي صغيره بتكبر وهي ناجحه. لكن لما يعيش في هرجله هيفضل طول عمره مهرجل في حياته، ومراته وولاده هيدوا عليكي فلو سمحتي ركزي في الحوارات دي شويه. لو عملنا بقى النظام ده صدقيني مهما الدنيا اتهرجلت هتتلم، ومهما حد عمل حاجه ما تشيلهاش وراه، هو اللي يقوم يشيلها. انت حطيت هنا دي في ليه في الحته الفلانيه، مش انت عارف مكانها، قوم رجعها. كل واحد يبقى مسؤول عن اوضته، كل واحد يبقى مسؤول عن حاجته. الشوزات مكانها معروف، الشوزات انا ما بخشش بيها من باب الشقه اصلا، يا اما دخلنا في ايدي كده تتحط في الجزامه واخش اصب من ايدي على طول، وهكذا. اعملي نظام لكل حاجه. الشرابات مكانها الدرج ده،
وانت بقى تخصصي له درج، ما تسيبيش كل واحد شرباته في حته مش عارفه مين والكلام ده، كل واحد مكانه معروف، يبقى هو يحط بعد كده. فانت هتعملي النظام لاول مره وهم بقى يمشوا وراكي فيه. فتخلي لكل حاجه في بيتك مكان، لكل حاجه في البيت بيت، زي ما انت عايشه في بيت عيشي حاجتك في بيت. ولادك لما بيفرشوا الالعاب كلها بقى، لو انت سن صغير لسه مش قبل المدرسه، هم المفروض لموا الالعاب. المفروض ان انت كنت عامله لهم بوكس، عامله لهم ضرفه، عامله لهم درج، عامله لهم حاجه يلموا فيها الالعاب. برضو مش مفروض ان هم يحطوا شويه دول هنا وشويه دول هنا ما تخليش برضو مجهود عليهم عشان هم يعرفوا يلموا الحاجه. فهاتي البوكسات اللي هي بتتباع برضو في محلات الادوات المنزليه دي، لموا الالعاب هنا. بس سيبهم يناموا وقول يا عيني صعبانين عليا انا هلم. ماشي، هنعمل كده المره يوم اتنين فعلا يكونوا تعبانين عندهم حاجه لا قدر الله، لكن ما يبقاش ده نظام حياتنا. خلصتوا الالعاب لموا الالعاب، انتوا رجعوا الالعاب للبيت بتاعها. هنعملها كده في لعبه، يعني هنعمل لعبه مع بعض مع اولادنا. يلا ننيم الالعاب في بيتها وهم يلموا، تقعدي على ايديهم لحد ما يلموا من هم صغيرين، هترتاحي بعدين. واللي انا بقوله ده بقى دخلنا على النقطه الثالثه، ان انت ما تعمليش كل حاجه بايدك وما تعمليش كل حاجه بنفسك. كل حد يعمل مهمه في البيت. انا مش عايشه في البيت لوحدي عشان افضل اخدم في البيت لوحدي. مش عايزه كومنتات يا جماعه من نوعيه والله انا بقول وما حدش بيعمل، والله انت رايقه، والله ما احنا بنحاول، اصل انت ما تعرفيش ابني عامل ازاي وانت ما تعرفيش جوزي عامل ازاي. كلنا كده، كلنا كده. مفيش حد فينا عايش مع حد ملاك في البيت بالريموت بيقول له قوم روق بيقوم يروق. ما بيقوموش الا بالمعافره والله. وعندنا كمان ما بيقوموا الا بالمعافره، ومش شرط، وكل شويه خماشي خناق زعيق بتاع لحد ما يتعودوا. هم ماشي، عرفتي بالمكافاه، عرفتي بالدلع وبالحنيه ومش عارفه مين، لو بنات اكتر وكده عرفتي. ما عرفتيش، ما تسكتيش وما تستسلميش، افضلي وراهم لحد ما يعملوا. فتالت خطوه عشان تبقي ست كوين رايقه في بيتك ويبقى بيتك اصلا منظم، انك ما تعمليش كل حاجه بايدك، ما تضيعيش صحتك. بالذات بقى الحاجات اللي هي اصلا شغل رجاله مش شغلك. يعني هنعلق الستاير وهننزل الستاير وهنشيل المراتب وهنشيل السجاد وهنعمل مش عارف، في حاجات كده برضو محتاجه قوه عضليه. ما تعمليش بقى فيها انت كده قدام جوزك الست اللي هي عندها عضلات وقايمه تشيل وتحط. ما لما يبص بقى الواحده بره وما يلاقيش ان انت كيوته كده وفي انوثه وبتاع، ما تبقيش بقى تزعلي. ما تخليكي انت انثى، انت انثى وانت عندك عضلات زيه. ما هو عنده عضلات، اما يقوم يشيل ويحط فيها يعني بيستخدمها في ايه؟ طيب قولي لي. مهما كان ربنا يعينه بره الشغل، اجلي الحاجات دي ليوم اجازه، لاخر النهار، لاي حاجه. ما احنا ما بنعملهاش برضو كل يوم، يعني ده هو يوم في الشهر ولا يوم في الشهرين ولا يا ستي في تنظيفه العيد ولا في رمضان. فخليه يساعدك في الحاجات دي. ما تخشيش قوي بقلب كده في كل حاجه وترجعي تشتكي. ولو انت دخلتي في الحاجه بقلب من 20 سنه بتعمليها، فما ترجعيش برضو تشتكي، ما انت اللي عودتيه على كده. فبالراحه كده على نفسك. ولو انت اي حاجه ما قدرتيش تعمليها مع جوزك، عوديها وعوضيها في ولادك. يعني ايه؟ يعني تربي ابنك من دلوقتي ان هو يقوم ويشيل ويحط وايده بايدك. اولا انت بتعلميه برك، ثانيا انت والله بتعملي فيه معروف كبير قوي، هينفعه في حياته وهينفعه مع مراته وهينفعه في كل حاجه. هو هيبقى بني ادم سوي، هو مش هيبقى. ما ينفعش راجل يشتغل في البيت. سيدنا محمد كان بيساعد اهل بيته، كان بيخيط الحاجه المقطوعه، كان بيعمل كل حاجه. فبلاش بقى الافكار اللي هي ايه، حتى لو احنا اهالينا طلعوا سواء اخواتنا جوازاتنا الكلام ده كله على طباع معينه، خلاص اللي عدى عدى، نصلح احنا بقى في ولادنا اللي جاي. فقوم يا حبيبي، ما ينفعش انت تبقى في ثانوي ولا حتى في اعدادي ولا في كليه ولا اكبر وقاعد وماما عماله تشيل وتحط وتشيل ومجهود بدني وانت قاعد ليه؟ ما هو لو جاله مشوار للجيم ولا لصحابه ولا هيسافر اخر الدنيا في رحله، هيقوم هتلاقي صحته ما شاء الله ورايح يعمل الكلام ده. يبقى علميه برك وعلميه يساعدك. رابع نصيحه عايزه انصحك بيها النهارده، انك مش كل ما نيجي نعمل حاجه تلاقي نفسك اتسحلتي في تنظيف عميق. يعني ايه؟ يعني مثلا مش كل ما تيجي تروقي اوضه، طب انا هشيلها بقى واحطها من الاول، تلاقي نفسك ايه دخلتي طب انا ههد الدنيا. كل ما تدخلي انت بتبقي هتشطبي المطبخ تشطيب عاديه، تلاقي نفسك بقى رحتي مسحه وعامله وجبتي الحيطان وجبتي الرخامه وجبتي مش عارفه مين. يا جماعه احنا عايزين وقت في حياتنا نعمل فيه حاجات تانية برضو. تمام. فطالما الحته نظيفه، ساعات احنا كستات معرفش بنفرغ طاقه، بنبقى زعلانين فبنخش نهد الدنيا. ما تفهموش في ايه، يعني داخله مثلا ترتبي ضرفه تلاقي نفسك هديتي الدولاب كله. انا كنت بعمل كده ولا زلت ساعات بسرح وبروح عامله العمله دي، بس بحاول افرمل نفسي. اللي هو مثلا جبنا ديكور جديد عايزين نحطه، فلازم نشيل السجاد ونشيل الكنب ونشيل ونعمل الاوضه تنظيفه حلوه عشان جبت شويه الزرع دول عايزه احطهم. فانا لازم ايه احطهم على نظافه مثلا. احنا برضو بنأفور بصراحه. فيعني ايه الحاجه لو مش مستاهله تنظيف عميقه ما تخشيش بقلب فيها كده، فرملي نفسك يا ماما وحسي يعني بمفاصلك شويه، عشان هي لو ليها صوت كان زمانها اشتكت. الحاجه لو نظيفه خلاص، الحاجه لو متوسخه بنعملها عشان احنا مش بنعيش في بيت متوسخ. يعني يا ريت نوازن الامور شويه وما نفهمش الامور ايه بطريقه غلط. النصيحه الخامسه بقى اللي بتفرق معايا جدا جدا جدا، ان انت قبل النوم لو عملتي عارفه ربع ساعه، يعني انا مهما سهرنا قاعدين احنا مثلا هنا في الليفينج
وبنتفرج على التلفزيون، بتبقي حاطه حاجه تاكليها تأذيها، الكلام ده كله. مهما كان الوقت، لو انا قايمه خلاص وبنقفل الدنيا وداخلين ننام، انا لازم اعدل الشلت مكانها، ولازم احط الكشن، ولازم اشيل الحاجه اللي على الترابيزه اخدها في ايدي من مره وادخلها المطبخ. معرفش يعني لفه، والله اللفه دي ما بتاخد 5 دقايق. بس شوفي انت لما تصحي بكره هتبقى عامله ازاي، حتى لو شلتي من على نفسك اوضه، لو اوضتين وهكذا. في برضو الروتين اللي هو بتاع اخر النهار ده، الروتين المسائي او الليلي اللي بنعمله، هي بتبقى مثلا ربع ساعه زي ما قلت لك كده، هتحطي الغسيل في الغساله وبكره هبقى شغل. هتلمي بس الدنيا، انا مش هكنس، انا بلم بس الدنيا كده، انا برتب المخدات، انا بعمل مش عارفه مين. الحاجه دي صدقيني تاني يوم بتسهل عليكي نص اليوم اصلا، بتخلي نفسك مفتوحه كده اول ما تصحي، وانت شايفه مثلا انت عملتيه في المطبخ فحوضك فاضي، انت عملتيه في الاوضه فهي رايقه، لميتوا اللعب قبل ما تناموا، مش عارفه ايه الحاجات اللي هي البسيطه دي. انت كده كده بتبقي خدتي هدنه في وسط اليوم ومرتاحه، هتعملي بس ده بالليل بيفرق معاكي تاني يوم جدا. فلو انت واحده ما بتعملش روتين مسائي قبل ما بتنام، فانت بجد فايتك كتير قوي، فلو سمحتي اتعودي عليه عشان هيفرق معاكي. سادس نصيحه عايزه اقولها لك النهارده، انك ما تخليش كل حاجه في البيت تستاهل وقتك كله، يعني تسحلك وتاخد وقت طويل قوي وهي ما كانتش محتاجه الوقت ده كله. ازاي؟ احنا كستات بنبقى محتاجين ايه، او بنعمل حاجه غلط، اللي هو بندي الحاجات الصغيره اكبر من حجمها. يعني بنقعد وقت طويل قوي في ترتيب درج. انا جايه احط فيه قطعه، فانا خلاص حبك بقى معايا دلوقتي ان انا هرتب الدرج ده دلوقتي، تمام، مع انه مش ارجنت قوي، يعني مش حاجه ضروريه ان انا اعملها. بس في نفس الوقت انا سايبه الاكل ما اتعملش، او انا سايبه الاوض اللي احنا بنقعد فيها والكلام ده كله ما تروقش، او في غسيل محتاج يتغسل، في حاجه مهمه انا ما عملتهاش ولازم اعملها النهارده، فلازم بعد ما اخلص ده هدخل عليها، مش هينفع اجلها، وانا سبت المهم ورحت للي مش مهم. الحاجات اللي احنا بنقول عليها ان احنا هنرتب الورقه، هنرتب العده، هنرتب مش عارفه مين، كل الحاجات الاعماق دي انا بعملها بعد ما بكون خلصت حاجات يومي الاساسي. انا روقت البيت، غسلت الغسيل، عملت الاكل وهكذا. فانا في الرايق كده اخر النهار، او انا لو عايزه اعمل المهمه دي الصبح مثلا وهو في المدرسه بعملها، بس بحيث انها ما تجيش على مهامي الاساسيه. عشان انا ممكن المهام الاساسيه لو هي كتير عليا شويه النهارده، وانا اصلا سحلت نفسي في حاجه الاول، فهاجي على بالليل هبقى مهدوده جدا. لكن انا بعمل شغلي الاساسي وبعد كده باخد مهمه فرعيه جنبه، اللي هي مهمه الترتيب العميق دي، هعمل درج ضرفه الكلام ده كله، بس اكون عملت المهام الاساسيه الاول. عشان انا لو المهام الاساسيه خلاص خدت طاقتي كلها النهارده، فانا ممكن اكنسل وما اعملش، هعمل بكره، تمام، مش كسل او مش فكره تاجيل وخلاص، بس انا فعلا مش قادره، انا حرفيا هتعب لو عملت اكتر من كده. فانا هاجل براحتي، محدش هيجي يقول لي ما روقتيش المفكات ليه مثلا، لكن حد هيجي يقول لي ما عملتيش الاكل النهارده ليه. فاهمين قصدي؟ فاعملي المهام اللي عليكي الاول الاصليه اللي انت ما ينفعش ان انت تاجليها، وبعد كده بقى ايه، نعمل الفرعيات براحتنا. خدي بالك انك مش معنى انك ست بيت ان كل دقيقه في يومك لازم تروح للبيت. ركزي قوي، انت عندك ولاد، عندك زوج، عندك نفسك، عندك حاجات بتحبيها، عندك حياه عايزه تعيشيها. البيت ده جزء من حياتك، فما تحولوش لحياتك كلها، ما تلاقيش نفسك ساحنه نفسك طول اليوم في البيت بحيث ان انت نسيتي تعيشي حياتك. حياتنا هتروح مننا واحنا ما عشناهاش بسبب ان احنا عمالين نروق وننظف في البيت طول اليوم. فحاولي انك تقعدي مع نفسك وتعملي نظام مستمر يكمل معاكي عشان تلاقي وقت لنفسك بعد كده. ده طبعا اكتر حاجه هتساعدك فيه انك تعملي قواعد للبيت كله. يمكن دي النصيحه السابعه، بس احنا يعتبر قلناها في النصائح كلها، ان انا بعمل قاعده لنفسي، بعمل مكان الحاجه دي فين، بعمل احط الكلام ده فين، كل حاجه ليها مكان، كل واحد ليه دور. ابني عارف ان هو مثلا لما يعمل الحاجه الفلانيه هيرتب وراه، بنتي عارفه كذا وهكذا. فانا مش محتاجه ان انا اسحل نفسي. فلما احط قواعد للبيت او للاشخاص اللي عايشين في البيت، صدقيني دي حاجه مريحه جدا. حاجه مهمه بس معلش، انا مش عايزاكي تربطي قيمه نفسك بشكل البيت. ده يمكن اهم حاجه انا عايزه اقولها في الفيديو كله بصراحه. في ست ممكن يبقى بيتها مش مترتب يوم تحس انها ست فاشله. لا، خليكي رحيمه بنفسك شويه. انت بس النهارده تعبتي، انت النهارده حبيتي تريحي، انت النهارده حبيتي تعملي ايه زي ريستارت كده، كاننا بنريح الجهاز وبعد كده هنشغله، فهتبقى اصلا قوته الانتاجيه اكبر من الاول. فما تقعديش تأنبي نفسك. حتى لو انت خدتي يوم قعدتي وكسلتي وقلتي انك هتريحي النهارده، ما تقضيهاش تأنيب ضمير، لا قضيه بفرحه عشان فعلا يديكي طاقه لتاني يوم. ما انت لو قعدتي وما عملتيش وانت عماله تأنبي في ضميرك، فانت كده ما عملتيش حاجه، ما انت ما فصلتيش فعلا، فاهمه؟ فبطلي بقى تأنيب الضمير، خدي يوم كل فتره ما فيهاش حاجه، خدي كام ساعه، خدي الكلام ده كله، بس فعلا بعدها قومي كده بطاقه ونشاط وخلصي اللي وراكي وكل الحاجات اللي انت اصلا مراكمه عليكي. وخليكي فاهمه ان طبيعي البيت يتبهدل، بلاش حته ان انا بيتي متبهدل طول اليوم، لا هنحط له نظام، بس طبيعي البيت يبقى فيه شويه كراكيب، فيه ارواح عايشه فيه، احنا مش اصنام. يعني صدقوني الناس اللي ربنا ما رزقهاش باولاد وبيتها فعلا بيبقى مترتب طول اليوم، بتبقى حاسه بايه، بتبقى مخنوقه ازاي، بتبقى نفسها البيت يتكركب.
فدي برضو نعمه، مش عايزين ايه ربنا يزعل مننا، دي برضو نعمه ان في روح وفي حياه في البيت وفي الكلام ده كله. بكره اولادك يكبروا ويتجوزوا تشتاقي اصلا للكراكيب اللي بتحصل دي والكركبه دي. بس برضو عشان ما نهدش نفسنا زي ما قلت لك بنعمل نظام. فخلينا زي ما بقول لك كل فيديو بني ادمين وسطيين، مش هعيش في بهدله وكركبه طول اليوم، مش هفضل اروق طول اليوم، مش هعيش برضو ان انا مكرسه حياتي كلها ان انا روبوت عماله الف في الشقه طول اليوم. فخلينا كده وسطيين ورحيمين بنفسنا، عشان في فرق كبير قوي بين انك تحافظي على بيتك وبين انك تفضلي تستهلكي في نفسك على البيت ده يعني. فالنظام بيريح، صدقيني لو حطيتي لكل حاجه نظام هترتاحي. واخر حاجه عايزه اقولها لك النهارده ان الست الكوين مش هي الست اللي بتقضي يومها ماسكه فوطه ومكنسه ولا بيتها ما فيهوش ذره تراب. لا، الست دي مش شرط يكون كل حاجه عندها مثاليه. الست الكوين بس عرفت تحط البيت في حجمه الطبيعي، عرفت تهتم بيه وعرفت تحافظ عليه، لكن ما خلتوش ياخد كل حياتها. عشان انتي ما اتخلقتيش عشان طول اليوم تفضلي تلمي ورا الناس وتفضلي تعملي الكلام ده كله. لا، انت اتخلقتي عشان يبقى ليكي وقت وليكي حياه وليكي حاجات تعمليها. البيت ده المفروض حاجه تخدم عليكي في حياتك دي، مش انت اللي تفضلي تخدمي عليه. ده كان فيديو النهارده يا بنات، وده كان سر من اسرار الست الكوين. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وتكونوا اتشجعتوا كده وخدتوا جرعه طاقه وتبداوا كده تنظموا دماغكم ان انتوا هترتبوا بيتكم ازاي الفتره الجايه. بس كده يا بنات، بحبكم في الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.